السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات، ودعوه حلوه منكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى مبدئيا كده يا جماعه، انا مش عارفه، انا قايمه النهارده عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي، مش فاهمه في ايه. وعندي صداع نصفي، الكلام عمال يرن في نص دماغي من الناحيه دي. خلقي ضيق، مش طايقه، حرفيا مش طايقه الدبان. عماله اتخانق مع اي حد يجي ناحيتي، مش طايقه اسمع صوت جنبي، مش طايقه اي حاجه. يا رب الكلام يكون مسموع. اللي انا مش طايقه، انا مش طايقه الهوا اللي بيعدي ده، انا مش طايقاه يعدي من جنبي. بصوا بقى النهارده باذن الله والمصحف بتكلم الكلام عمال. شربت قهوه وشربت شاي وبرده مفيش حاجه نافعه. النهارده يا جماعه الفيديو بتاعنا حلو قوي قوي قوي. اخيرا وليس اخيرا هطلع بقى الديكورات الجديده. فرجكم بقى الحاجات اللي انا جبتها، القمر الكيوت اللي دفعت فيها دم قلبي. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى مبدئيا كده خلينا اوريكم. بصوا دي كده كرتونه مليانه اهي حاجات هنطلعها دلوقتي. مش عارفه بقى الفيديو ده يعني عايزه احاول ان انجز فيه عشان اطلعها لكم كل الحاجات دي كلها في فيديو واحد. وكمان كل الحاجات اللي هي على السفرة هنا دي كمان، كل دي مشتريات يا جماعة، ديكورات. يعني قولوا ما شاء الله وقولوا الله اكبر وتبارك الله. والناس اللي بتقعد تكتب في التعليقات كلام ملوش لازمة، وفروا يا جماعه، وفروا لنفسكم يا جماعه، عشان بجد بجد الكلام ده بيضايقني. فيلا بينا، اللي عاجبه الفيديو يتفرج عليه، واللي مش عاجبه الفيديو يقدر ما يتفرجش عليه، يقدر يعمل لي بلوك، يقدر يمحيني خالص من حياته. انت مش مجبره تتفرجي على حاجه انت مش حباها او حاجه بتاذي مشاعرك. لو انت فيديو المشتريات بيأذي مشاعرك ما تتفرجيش عليه. يلا بقى بينا نبدا الفيديو بتاعنا يا جماعه. يلا نبدا منين يا جماعه؟ بصوا اول حاجه انا جبت اللي هو الطقم بتاع الدوناتس ده. استنوا بس كده. ما تجيبي بقى شنطه نحط فيها الزباله دي عشان ما نبهدلش الدنيا ونقعد كل يوم اللي بنعيده نزيده. رايك؟ مش عايزه تتفتح والله العظيم. بصوا يا جماعه جبت طقم الدوناتس ده. عايزين ننهي بسرعه علشان خايفه يتكسر مني. صوتك يا عمر اهو. بصوا انا يا جماعه جبت الشكل ده، اللي هو الشكل اللي هم الثلاثه دول منتشر جدا يعني. فانا بصراحه ما رضيتش ان انا اجيب منه، ان هو اصلا بقاله مده طويله ومنتشر قوي قوي. فحسيت دي شكلها يعني سيمبل اكتر كده وشيك. طبعا هيتحط لها بقى حاجات وحبشتكنات كده وهنظبط الدنيا. دي كده في حاجه ما بترجع على شيء. مرار الطفح ده، تعالي خدي مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا جماعه الحلويات والامارات والشوكولاتات. ما تعمليش دوشه. انت بتبصي بقرف كده ليه؟ انا بضحك ده القرف. طب خلي بالك يا فرح عشان هتبقى ايامك سودا معايا. ادي فرح اللي انتوا عمالين تكتبوا لي فرح وتسلم ايدك يا فرح، دي اخر قله ادب، واحده مش محترمه. بضحك بتقولي انت بتبصي لي بقرف. شايفاكي بضحك كل ما اشتري حاجه تبصي لي بقرف، مش عاجبها الحاجه اللي انا بشتريها تقعد تقول لي انت بتشتري حاجات تافهه. واحده مش شفتيش يعني تربيه. انا شايفه ان دي ملهاش اي ثلاثه لازمه. هي ايه دي؟ هي بصوا بقى يا جماعه تاني حاجه جبت قلت لكم الفواحه المبخره يا جماعه، القمر دي. بصوا الجمال. كلموني عن الشياكه والاناقه. انا حاسه ان التليفون بعيد، قربيه كده سيكا. ايوه بس كده. تعالي بقى خدي مني عشان توريهم. احسن ان هي مش واضحه من هنا. بصوا بتيجي كده يا جماعه، دي بتيجي للبخور، ان انت تحطي هنا البخور. بصوا
بتضحك والله العظيم، واحده جاهله ما تفهمش يعني ايه ديكور ولا يعني ايه ديكورات ولا يعني ايه ان انا انسق ولا اظبط. ودي طبعا اللي انتوا بتمسكوا بيها ايه، الفحم. ههزقك بقول لكم. بصوا هو دي المبخره اهي، استنوا بصوا ده شكلها من هنا. طب انا عايزه اعرف هو ده مش مفتوح ليه عشان يطلع. بصوا يا جماعه شكلها بجد كيوت ازاي، شكلها شيك. هنا طبعا مكان ما بتحطي البخور اهي، وبيجي كمان بقى معاها ايه الصينيه دي اللي هي بصوا بقى شكلها كلها كده مع بعضها خطيره. بصوا اهي، شايفين يا جماعه الشياكه والاناقه، تحفه 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 بجد. دي كده اللهم صل على انت نسيتي النبي. تقولي الاسعار ها؟ تاني حاجه، لا انا مش فاكره الاسعار الصراحه. بصوا بقى كمان بصوا عشان ده انا خايفه ان هو يتكسر من ساعه ما جبته وانا حاسه ان هو هيتكسر، مش عارفه ليه. وريني يا حبيبتي. والله في قرن مكسور من قرونه. روحي طب حطي الطرحه وتعالي فوق. يا لهوي وده قرن شفتوا، والمصحف انا بحس صح والله. الله، واحنا هنا عايشين في عالم الحيوانات ولا ايه؟ بجنبك بقى الحيوانات، هو انا كفايه حيوانات عايشه معايا قد كده. استني بس عشان نشوف دوت. بصوا امسكي كده. ده طقم، ده طبعا يا جماعه الطقم بتاع الغزلان الشهير المعروف. بس عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت ان هو في منه يعني في حلو وفي وحش، هو مفيش حاجه اسمها اصلي وتقليد يعني، بس هو في حاجه حلوه وفي حاجه يعني، في حاجه يعني بس تحسوا ان هي شكلها حلو، في حاجه تحسوا ان هي شكلها شعبي. عشان انا قبل ما اجيب ده جبت طقم كان صغير كده ولونه مش حلو ورجعته، بعد كده جبت الطقم ده. طب ايه فرح انت تعرفي تصلحيها؟ هو ينفع يتلزق بامير؟ مش عارفه هو ده ايه اصلا. بصوا القرن دي مكسوره اهي، بس حرام يعني هي مكسوره من عندي انا من الركنه، بس ممكن تتلزق بامير يعني، ممكن نحط لها سنه امير كده ونلزقها. استني بس كده اوريه لكم اهو. وده اللي هو الكبير اكبر واحد. انا عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه، انا يعني في موضوع الاسعار ده مش هقدر افيدكم قوي. الحاجه اللي هفتكر سعرها هقول لكم عليها، اللي مش هفتكر سامحوني، علشان انا والله العظيم يعني الحاجه دي انا مش ببقى جايباها كلها مره واحده ومش من مكان واحد. يعني في حاجه بشوفها مثلا على الفيديو دي عجبتني فجبتها، حاجه اشوفها على فيديو تانية عجبتني فاجيبها، فاهمين ازاي؟ مش كلهم من مكان واحد. في كمان بيتجات اتعاملت معاها وطلعت قليله الذوق، فاكيد مش هنصحكم بيها يعني. بصوا بيجي بقى طبعا معاك الكريستالات دي اللي هي بتتحط هنا اهيت. بصوا هو في الاخر بيكون شكله يعني تحفه في الديكور بصراحه اهو. بصوا يا جماعه شكله تحفه ازاي، بصوا خطير. اللي جبته بقى قبل ده ورجعته انا مش قادره اقول لكم، كان حجمه يعني صغنن جدا، يعني اكبر واحده فيه كانت قد دي، اكبر واحده. مش هتولعي فينا؟ اكبر واحده فيه كانت قد ديت. انا فكرتك بتجيبي الامير وجايه تشوفي اللي انا فيه ده. انا ما لقيتش الامير. بصوا نيجي بقى للي بعد كده. بصوا يا جماعه بقى جبت القمر دي الكيوت دي، بصوا خطيره بجد بجد. جبت دي وجبت واحده تانية اكبر منها. الاتنين دول كنت جايباهم من الفيديو اللي انا جبت منها الساعه الاستانلس، كنت جايباهم من عندهم. بس دولت هنا كده عشان ايه نشوف هنلزقهم ولا هنعمل ايه فيهم.
بصوا شايفين يا جماعه الجمال؟ دول بقى بيتحطوا مع كتب الديكور كده، بيبقوا شكلهم قمر. هننسق بقى نعمل فيديو للديكور لوحده، هيبقوا حلوين قوي. دول غالبا كانت يعني الكبيره بحوالي 150 والصغيره كانت ب 120 ب 100 والله، يعني حاجه في الرينج ده، مش فاكره قوي. بس بجد بصوا هما بورسلين، دول بورسلين مش فخار، بورسلين وشكلهم تحفه، وسعرهم كمان كان عليهم سيل، ف بجد كانوا تحفه، كانوا حلوين قوي. خدي كده يا فرح، امسكيها كده، امسكي بس دلوقتي نيجي بقى اشيلي دي كمان، وسعي لي بس الدنيا كده عشان ايه الحاجات دي ما تتكسرش. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى شقايه وتعبي، شقايه وتعبي اهو، شقايه وتعبي اهو. بصوا شايفين يا جماعه الشياكه؟ ايه ده؟ ايه القمر ده؟ دي يا جماعه انا جايبه منها واحده تاني، جايبه منها 2 هشوفها فين دلوقتي، بس في واحده جبتها من بيج، وفي واحده الواحده التانيه دي كانت الدنيا تحت في درب البرابره وجابتها لي هي والشمعدان اللي هو الذهبي ده، فتقريبا في الكرتونه دي انا جبتها من البيج اللي انا جبت منها الفازات اللي هتشوفوها دلوقتي. بصوا يا جماعه بتاعت المناديل هي كلها بتكون مرايات كده، وفي منها اللي بيكون شفاف بتبقى مبينه المناديل من جوه، بس دي شكلها بجد انيق قوي. وعايزه اقول لكم ان انا فاكره سعرها عشان هو كان حراق شويه كنت جايباها ب 460 جنيه، هي غاليه. خلي بالك لا البتاع دوت يقع على حاجه يلسعه، مش مرتاحه، حطيها احسن في مج ووقفيها. ما تقوليليش لا وما تخافيش، لما هتحصل النسيبه مش مين بقى ساعتها بس استفدت انا ايه بالكلمه. تعالوا بقى للي بعد كده، شوفوا لي بقى الشياكه والجمال والحلويات اللي بتتكلم عن نفسها. بصوا البتاعه دي جربها لي كده، دي بتاعت الصغيره ودي بتاعت الكبيره. ايه ده؟ هما 2 واحده اهي، خلي بالك عشان دول بيتحركوا بيتشالوا. تعالوا بقى اوريكم يا جماعه شقه عمري، والله العظيم اقسم بالله كنت بستخسر في نفسي كل حاجه عشان اجيب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، علشان في ناس بتبقى مفكره وانت جبتي الحاجات دي ازاي، انت جبتي الحاجات، والله العظيم انت ما تعرفي انا جبتهم ازاي، ولا حرمت نفسي من ايه وجيت على نفسي في ايه. تعالى يا عمر هات اللوات هنا زي عشان احوش واجيب الحاجات اللي انت شايفاها دي. الورق اهو فرع الشجره بقى هنا هاتوا. اجري بقى عدي، خدي فرع. انا عندي حفله كراتين قد كده، يلا بقى نسمي الله كده ونفتح. بصوا يا جماعه الفازات بقى البورسلين القمر دي، بصوا طالعه ترندي وشيك، وانا حابه ان انا امشي الديكورات عندي كلها تكون كده في جولد، والحيطان زي ما انتم شايفين كده فانيلا ومع ابيض، مع بصوا شايفين اصلا انا مجرد ما انا ماسكاها مع الخلفيه اللي ورايا هي قد ايه شيك وتحفه. هتشوفوا بقى يا جماعه هنعمل بيها ديكورات خطيره. تعالوا اوريكم بقى الاشكال اللي انا جبتها منها، انا جايبه كذا شكل. دي مدلعه زي دي كده بالظبط اهو، اوكي. عمر خلي بالك لا تتكسر منا، بقول لك ما تجيبي لي حبه ميه انا عطشانه قوي. روح بقى. بصوا دي يا جماعه اللي هي البابلز، بصوا شايفين خطيره بجد تحفه اخر شياكه. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا دول فاكره سعرهم، في حاجات كانت صوتك شويه، في حاجات كانت ب 165، في حاجه ب 150، يعني هم في الرينج ده. وفي بقى اللي هم الطوال دول هتشوفوهم دلوقتي، دول سعرهم غالي شويه. وجبت برده من اللي هي الساده خالص دي، بصوا اهي مكتوب عليها من ناحيه كده هنا هاوس، ومن الناحيه التانية ساده، يعني انت بقى حابه تحطيها باي شكل انت حاطاه على ظهرها على وشها. بصوا بجد يا جماعه يعني شغل فاخر من الاخر حلوين قوي، عاجبني موت، وكنت مستنيه اللحظه الحاسمه اللي انا افتحهم فيها.
بصوا اللي هي برضو دي انا جبت 2. هو انا ناسيه والله العظيم انا جايبه اشكال ايه، لان هم بقالهم شويه، بس هو انا غالبا جايبه من كل شكل 2 يعني. بصوا اهو، واللي هي المضلعه دي برضو جايبه منها 2. هنشوف بقى دلوقتي في شكل تاني اهو جميل قوي برضو. بصوا بقى دي يا جماعه خطيره، شكلها اصلا تحفه. بصوا عامله ازاي، قولوا لي بقى رايكم حلوين ولا ايه. دي تقريبا نفس الشكل برضو. الفازات دي تقريبا انا جايباهم من بيتش اسمها روز هوم، غالبا كده ان المحل بتاعهم عندنا هنا في المقطم، بس انا بصراحه جبتهم اونلاين. بس بصوا بصراحه مغلفينهم حلوه قوي. وجايبه برضو من عندهم العلبه بتاعت المناديل دي. بصوا نفس الشكل ديت. ايه تاني، هو في تعالي شيلي الكرتونه دي يا جماعه. بصوا بقى جايبه كمان من الطويله دي، وفي برضو في الكرتونه تاني منها. فين الورد بتاعها بقى اهي. استنوا كده ايه اركبها لكم علشان تشوفوها. انا ناسيه هي كانت ازاي. تعالى خش. هو عمر دلوقتي بقى يشوفني بصور، عايز يتشال ويتحط ويجي يصور باي طريقه. بس قاعد لي بقى طول النهار بالبوكسر حتى في الشتاء، واقول له يا حبيبي ما ينفعش تتصور بالبوكسر. انا نسيت شكلها كان ازاي دي. جماعة انا اهم حاجة عندي البوكسر. لا بس انت ما ينفعش تطلع بالبوكسر، عيب. المفروض تكون محترم. انا لابس البنطلون اهو، اتعودت ان انا البس البنطلون واصور معاكم. ايوه عايز تصور معايا تلبس البنطلون، عشان في بنات بتتفرج عليك. يعني ينفع البنات ان هي تشوفك وانت بالبوكسر؟ لا ماما انت بتصوري. ايوه عشان يعرفوا. كلها ليه؟ هو انت ما ينفعش تستنى طب لما تخلص وتبقى تاكل؟ ماشي. بصوا يا جماعه، بصوا شكلها قمر ازاي، خطيره بجد، تحفه قوي اهي. دي كده طويله بس دي بقى غاليه شويه يعني. دي بقى كانت في حدود 200 220 يعني حاجه كده يعني. البابل. بصوا بقى اللي هي البابلز دي انا جايبه منها اللي هي الصغيره، وجايبه منها بصوا اللي هي الكبيره دي. طبعا دي بتتفرع بقى كده. بصوا بتخرجي كده منها الفروع. بصوا انا عايزه اقول لكم يا جماعه بجد على الطبيعه، الورقه بتاعتها تحسوها ان هي يعني طبيعيه وخطيره. بصوا شايفين الجمال. قولوا لي ايه الحلويات يا ندى اللي انت جايباها دي بجد. انا كندى انبهرت. بصوا كمان دي بقى تحفه التحف. لزقت. كده عليكي. بصوا يا جماعه دي بقى شكلها عامل ازاي. دي ابيض في جولد كده، شكلها بجد خطير قوي. بس وضرب معوجه. عايزه بقى دي تتحط ايه بقى على الترابيزه، فاهميني؟ انا اللي هم الصغيرين دول جايباهم للفتحات اللي هي في المكتبه. بصوا يا جماعه عايزه بقى تتحط على ترابيزه خطيره. بصوا شايفين الكياته، شايفين الحلويات، قمر بجد، تحفه خطيره. دي برضو من اللي هي بصوا اي واحده من الكبار دول معديه ال 200 في رينج بقى 230 225 في كده يعني. اسعار ايه 250 في اسعار متفاوته. بس حبيب ماما بس خدي كده يا فرح. ماما اتاكدي ان هم فاضيين. انا اكيد مش هعمل دلوقتي. هتتكلم تقول ايه بقى؟ اقول لهم شويه حاجات يعني اصور معاك. ماشي. لا ما ينفعش. لا يا بنتي مش هخسر حاجه، هم كلهم حديد. استنى بس نفضل دلوقتي كده. خلاص نطلع الحاجات اللي في الشنطه. محتويات الشنطه دي من بيج، الشنطه دي من بيج اسمها نوران هوم على الفيسبوك. حاجتها حلوه
واسعارها برضو يا جماعه حلوه قوي يعني. بص الحاجه اللي انا ببقى فاكراها بس دول عشان جايباهم من قريب يعني كمان البيج دي انا جايبه منها حاجات كتير. خدي فرق. تعالوا بقى اوريكم انا جايبه منها ايه. يا جماعة هتحسوا ان هي قمصة بجد. صح يا ماما؟ ما هي الماظه. احنا غنيين قوي. قولي الحمد لله. الحمد لله. لا ده احنا نحوش بقى. يا ماما افضلي جيبي في الحاجات دي لحد ما نلاقي دي. بصوا يا جماعه الفازه دي خطيره بجد تحفه. جايباها زي ما قلت لكم من البيج اللي هي اسمها نوران هوم دي. هتلاقوها على اكتبوا بس نوران هوم على الفيسبوك هتلاقوها ظهرت لكم اهي. دي بورسلين شبه الفازات اللي هي بتاعت ايكيا قوي. بصوا شايفين بس الاسعار عندها بصراحه حلوه جدا يعني. الفازه دي تقريبا كانت بحوالي 195 مش مقفله يعني ال 200 جنيه. اللهم صل على النبي. وفي كمان دي ماما حولي وكسرتلك دي هتعملي فيا. هولع فيك على طول كده من غير من نقاش. انا لو كسرتلك دي جامدة. ماما دي بتاعت طب مناديل. استنى بس عشان اعرف اتكلم. بصوا كمان دي واحده تانية بس يعني حجمها اصغر شويه. ان هي لو هتحطيها على ترابيزه جانبيه مثلا هتحطيها فوق كتاب ديكور او حاجه فبرضو حجمها مناسب وحلوه قوي برضو. مش فرحوشي. بصوا متغلفين تغليفه محترمه. خصوصا الحاجات اللي هي البورسلين دي لازم تتغلف كويس جدا. خدي فرح. قولوا بقى ما شاء الله الله اكبر. بصوا شايفين يا جماعه الحلويات بورسلين وخطيره بجد تحفه. عايزه تتمسح بس جربوا. بصوا حلوه حلوه حلوه. دي بقى تبقى حلوه هنا على السفره قوي. برضو جبت من عندها ايه تاني. بصوا جبت من عندها الورد ده. كانت هي اصلا عامله لايف يعني عن الورد والفازات. بصوا حلوة اللي هما في بينك دول انا جايباهم لاوضه الليفينج. بس ايه عايزه اقول لكم دي عايزه حاجه كبيره شويه. انا كده ماما المرة اللي فاتت دلعتني حرفيا. دلعتني انا مكنتش محتاج اي حاجة تاني. جابت لي شوكولاتة وجابت لي كاندي وجابت لي كاندي تاني وجابت لي شوكولاتة تاني وربنا دلعتني. عشان تعرف بس مش المفروض بقى تسمع الكلام وما تغلبنيش بقى في المذاكره. انت كنت بتعملي كده عشان اسمع الكلام. بصوا بقى يا جماعه كلموني عن الحلويات والشوكولاتات والعسلات. قولوا لي ايه الجمال ده. بصوا متخيلين قد ايه هي شيك وقمر قوي. بصوا كمان البيبي فلاور ده خطير مع اللون كده تحفه قوي. ولا هو فوشيا ولا هو كشمير ولا هو لونه حلو غامق في فاتح كده. حلوه حلاوه يا جماعه. بصوا كمان جبت منه برضو اللي هو الاوف وايت ده اهو. تعالوا مثلا نعمل ايه بيه. نعمل مثلا كده. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا لسه عايزه اجيب ورد تاني. ليه؟ بصوا شايفين لو انا مثلا سبتها كده كلها اوف وايت تحفه. شايفين بقى الجمال. لمسات كده فنيه بتظهر الحاجه وبتخليها خطيره. دي بقى اللي هي التوليب بس دي الورده صغيره شويه مش التوليب اللي هي الكبيره عشان انا عندي التوليب اللي هي الكبيره. بصوا ممكن بقى تحطيها كده لوحدها. بصوا يعني انت لو حطيتيها كده لوحدها في الفازه الصغيره دي خطيره حرفيا. عملتي ديكور تاني. مجرد ما غيرتي بس الورد انت عملتي ديكور تاني خالص. بصوا لو حطيتي برضو كده مثلا واحده مع التوليب الاوف وايت
برضو هتلاقي شكلها جميل، بس انا حبيتها لوحدها. خلاص عشان ما فيهمش هزار دول، هزعل منك، اسمع الكلام. بصوا انا حبيتها كده لوحدها يا جماعه، يعني وهي لوحدها كده اشيك. دي بقى عايزه بوكيه كبير، يعني عايزه حاجه كبيره علشان ايه، يا اما مثلا يتحط عشان هي غويطه يعني فاهميني، يا اما يتحط حاجه تحت فيل او حاجه فيسندها، فهي تبقى ايه طالعه لفوق كده. بصوا شايفين يا جماعه الحلويات بجد خطيره خطيره خطيره. بصوا حاسه ان هما هيتكسروا بجد اهو اهو، مش مرتاحه. تعالوا بقى ايه اوريكم كمان برضو البيدج دي انا جبت منها ايه كمان. جبت منها كانت عامله عروض على البورسلين حلوه قوي يا جماعه. بصوا جبت من عندها بقى البراد ده. انا هقول لكم انا جايبه ليه التوليب الاصفر ده، هقول لكم ليه دلوقتي. يبقى في حاجات كده في دماغي كده ببقى رسمها ومحتاجه بقى ايه ان انا انفذ بقى في تخطيط. بصوا جبت من عندها البراد البورسلين ده، مش عارفه يعني انا حسيت ان انا ما عنديش حاجه اللون ده خالص. بصوا شيك ازاي، يعني متخيلين بقى لو بنحضر فطار على صينيه كده ومعاها كده البراد، وتحطي الفازه دي كده مع ورده التوليب الصفرا دي، وكمان بقى يعني هجيب البراد وهسكت؟ لا طبعا. جبت لها فنجان، بس انا الصراحه كنت عايزه 2، كنت عايزه فنجانين بس كانوا خلصانين. الحاجه يا جماعه بتتسحب بطريقه مش طبيعيه. بصوا شايفين خطير بجد بجد بجد. عملت ديكور من لا شيء اهو. هنظبط بقى الدنيا مع بعض كده. شايفين يا جماعه اهو شكله خطير. كان في منه البينك وفي البربل وفي الوان كتيره جدا وفي لبني. بصوا ان شاء الله لما اشوفها منزله الفناجيل دي تاني عشان انا محتاجه كمان فنجان كمان. بصوا مع الفازه شكله حلو قوي. خليه بقى هنا كده على جنب. بس نشيل كده البتوع دول عشان حاسه ان هم هيتكسروا. معلش سبتكم يا جماعه. عمر تعالى من هنا كده عشان انا حاسه ان انت هتوقع حاجه. يعني ما تعمليش عندي احساس ان انا هوقع. لا لازم اعمل عندي احساس، ما اعملش احساس ازاي؟ سامعين الكلام؟ تعالوا بقى ايه، تعالى قولي فرح تعالي افتحي الشباك ده. تعالوا بقى اوريكم بقيت الحاجات والمحتاجات اللي انا ايه جبتها. بصوا دي برضو كنت جايباها برضو من عند نوران، من البيتش بتاعت نوران برضو اهي. بصوا دي ب 250 اللي هي الكبيره دي. تعالي لمي الكراتين وافتحي شباك المطبخ اللي هناك ده. بصوا يا جماعه بجد ايه ده، عايزه تعرفي الشجره الحلوه من اللي مش حلوه؟ بصي على لون الورقه بتاعتها. لما تلاقي لون الورقه بتاعتها لونها يكون غامقه كده، بصوا الاخضر بتاعها غامق كده، تعرفي ان هي جميله. بصوا تحسي ان هي طبيعيه. الصوت يا جماعه بصوا حلوه قوي قوي، و250 جنيه عليها بجد، يعني سعرها حلو. هي حرفيا بتبيع الحاجات باسعار كويسه قوي. بصوا كمان برضو كنت جايبه دي من عندها. انا عايزه اقول لكم ان هي ليها مكان ليها محل يعني جاليري في المعادي قريب برضو مننا. بس انا بصراحه يا جماعه انا بستسهل ان انا يعني اجيب الحاجه اونلاين. بصوا كنت برضو جايبه منها دي، شكلها حلو قوي، ممكن تحطيها على كتاب ديكور كده او حاجه، شكلها كيوت وقمر قوي. بصوا اللي تحت دي كريستال، وعايزه اقول لكم ان هي يعني كانت مش غاليه. بصوا اهي ب 140 جنيه دي، بس عشان دي كريستال. في اللي تحت دي
معدن زي اللي فوق هتلاقوه بحاجه ب70 جنيه. ايه تاني بقى؟ بصوا بقى كمان جبت الاباجوره الترندي قوي اهي، طالعه ترندي جدا، اللي هي تاتش كده وبي معاها واصله USB اهي. بصوا وبتنور، بس انا كده مش عارفه، طبعا هي اكيد عايزه تشحن، يعني عايزه اكيد تشحن. هي بتدوسي هنا المفروض ان هي بتنور، بس هي عايزه تشحن. بصوا دي كنت جايباها تقريبا من ب 220 حاجه كده، يعني كنت جايباها من مين، انا اقول لكم بقى كنت جايباها منين. دي كنت جايباها من بيج اللي هي الاشراف، ده برضو عنده زي التوربيني وكده، عنده مكان كده في النزهه، بس انا برضو طالبه اونلاين، ما كنتش طالبه يعني، ما كنتش رحت. هوريكم برضو الحاجات اللي انا جايباها من عنده. ده طقم الشمعدان اللي لما دنيا نزلت درب البرابره من فتره كده، كنت قايله لها يعني ايه هاتيهولي معاكي، هو وعلبه المناديل، فكانت جايباهم لي. بصوا اهو طقم الشمعدان ده برضو طالع ترندي جدا اهو. ودي اكبر قطعه فيه. عارفين يا جماعه الحاجه دي على قد ما هي غاليه وبتقطم الوسط في مجايبها، بس انتي وضبي قد ما توضبي، هي الحاجات دي اللي بتدي روح للمكان وبتظهر المكان، هي دي الديكورات. غير كده خليكي وضبتي احسن توضيب واغلى توضيب، والله 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 ما هيديكي شياكه من غير ما تكوني جايبه فيه ديكورات. ممكن بقى تحطي بصوا التلاته كده، تحطي كده تعملي شكل هرمي، فاهمين؟ طبعا كل ده بقى هننسقه مع بعض. بصوا اهو، طبعا موجود برضو على بيتجات كتير، بس هي كانت جايبهولي من درب البرابره. ايه كمان برضو؟ بصوا الفواحه دي جبتها، بس انا يعني افتكرتها اكبر من كده، برضو اتخدعت في شكلها يعني. كنت جايباها برضو من عند الاشراف، من البيج اللي بتاع الاشراف دي على انستجرام. بصوا بتيجي معاها كده USB، وهي فواحه كده حلوه. انتوا عارفين يعني انا جايباها ممكن احطها في الحمام، احطها في المطبخ بعد الاكل، خصوصا بقى ان المطبخ مفتوح، فتعمل كده ريحه حلوه كده في المكان، فهي يعني كويسه، بس صغنونه قوي يعني، كانت عايزه تكبر شويه. دي كنت جايباها برضو من عند الاشراف. ايه كمان ايه كمان ايه كمان؟ بصي خلي دي حاجه اوريها لكم مع حاجه البيت. خدي كده حطي دي هنا اهو. اهي يا جماعه علبه المناديل التانية. بصوا انا حاسه ان الفيديو ده هيطول قوي. بصوا بقى دي اللي هي الشفافه، والله انا كنت فاكره ان هي مرايه برضو، حتى عماله اقول كده انا عندي الاتنين مرايه، لا طلعت واحده مرايه وواحده شفافه اهي. قولوا لي بقى انتوا انهي اشيك، بس انا حبيت اللي فيها مرايه يعني، حاساها اقيم. بصوا دي اللي هي التانية، دي شفافه، بس عشان اوريكم ايه الفرق بين الاتنين. بصوا دي شفافه ان لو حطيتي اي مناديل جوه هتكون باينه. بصوا اهي. ودي اللي هي فيها مرايات، انا انا عجباني دي اكتر، فانتوا قولوا لي انهي اشيك. تمام. اللهم صل على النبي. تعالوا بوريكم بقى الدلع 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 الدلع. دي كنت جايباها من بيج، بس مش هقول لكم على اسمها عشان انا اتخانقت انا وصاحبه البيج دي اصلا. هما عندهم حاجات حلوه بس معاملتهم زي الزفت بصراحه، معاملتهم وحشه قوي. اتخانقت انا وهي خناقه محترمه يعني. هاتي كده تليفوني بيرن. امال ايه الهزاز ده؟ بصوا دي يا جماعه طفايه على شكل كده ايه غزاله. بصوا الطفايه نفسها بورسلين اهي، بتتحط كده. بصوا ايه الكيوت ده يا جماعه، بجد انا بحب الحاجات دي قوي قوي، بعشق قوي الكلام ده. ممكن يكون تافه بالنسبه لناس تانية، بس حرفيا انا يعني لا، انا بحب الحاجات دي جدا.
يعني ما عنديش ادنى مشكله ان انا اضيع حاجتي يعني فلوسي كلها على الحاجات دي. ايه تاني ايه تاني يا جماعه؟ ايه تاني؟ اوبس اوبس اوبس. ايوه ايوه ايوه. تعالوا اوريكم بقى الحركات والحبشتكنات. قلت لكم اخيرا وليس اخيرا الفيديو ده هيطول، فحضروا بقى نسكافيه واقعدوا. بصوا دي بقى النتيجة اللي هي العصفورة اهي. ايه اللي احنا ما بنستخدمهاش ديكور بس. يا سلام. بصوا يا جماعه بيجي معاها كده اللي هي الورق اللي هو بتاع الشهور اهو. انا مش عارفه ايه اجمعها لكم كده. استنى اهي اهي. طبعا انت بقى بتبقي ايه ظبطيها حسب اليوم بقى والكلام ده، فاهمين؟ طالعه برضو ترندي قوي يعني. وجايبه واحده تانية، استنوا هوريها لكم برضو. بصوا اهي اهي يا جماعه، ده بيكون شكلها. انتوا اكيد طبعا عارفينها، هي اصلا ترندي وبقالها فتره يعني. بصوا طبعا هي طالعه بقالها فتره، بس شكلها بجد كيوت قوي. وبصوا بقى واخدين بالكم ان انا ماشيه كل الديكورات في جولد. مش عايزه ان انا يعني مش عايزه الوان، مش عايزه فرح، انا عايزه الشقه كلها تمشي بديكور معين في دماغي انا رسمه له. جبت بقى كمان يا بنات ايه، جبت كمان بقى الشمع ده. الشمع ده هو شمع الكتروني، يعني بينور بالبطاريه. بتحطي هنا بطاريات حجره يعني اللي هي زي بتاعه الريموت كده، وايه وبينور. بيتحط بقى هنا. بصوا اهو في واحده ناقصه اهي. بصوا بصوا بقى، شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ تقولوش بقى قصر عبده باشا. بصوا خطير يا جماعه بجد، حلوه قوي تحفه. خليه كده هنا كده زي ما هو، بس ايه على جنب كده عشان ايه نطلع باقي الحاجات. تعالي كده يا جانا خدي الحاجات دي حطيها مني هنا. خدي دول تنزليهم هنا في الارض، عشان في حاجات للمطبخ عايزه اصورها لكم مع حاجه المطبخ، عشان ايه الفيديو ده ما يبقاش طويل. يعني انا هصور لكم ديكورات لوحدها وحاجه المطبخ تكون لوحدها. امسكي. بصوا بقى جبت ايه كمان. وبرده يا جماعه الحاجات دي الكتب دي انا برده جايباهم من عند برده نوران، من عند البيج دي بتاعت نوران. ما تتخضوش يا جماعه من المنظر، كل ده لما يترص هتبقوا حاسين ان انتوا عايزين تاني. كراتين اروح فين؟ اروح فين بجد؟ اروح فين؟ بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جبت منها كتب الديكور دي، اشكالها خطيره وسعرها بجد يا جماعه والله العظيم ببلاش. يعني انا مش فاكره كانت بتبيع ال3 ب100 وعليهم 2 هديه، ال5 ب100 وعليهم 2 هديه. شوفوا اخوكي. بصوا اهو، بصوا
اشكال كلها احلى من بعض. بصوا تقول لي انا انت جايبه كتير. والله يا جماعه انا عندي كذا مكان عايزه اعمل فيه ديكورات فاهمين، فانا هحتاج كميه كمان. انت لما اصلا يعني بتحطيهم كده بصوا جنب بعض بتحسي يعني لما تيجي ترصيهم، فطبعا ما بتحطيش كده واحد، بتبقي مثلا محتاجه ان انت تحطي ايه يعني اقل حاجه 3 كده جنب بعض لو هتحطي في مكتبه او حاجه، او لو على ترابيزه مثلا يعني. اوبس عايزه اوريكم مثلا حاجه. مثلا لو على ترابيزه مثلا بتحطي كده. استنى هوريكم الاشكال وبعد كده اوريكم الديكور. بصوا ده كمان شكل، هي عندها اشكال لا تعد ولا تحصى. على فكره يا جماعه انا مش بعمل دعايه، انا بقول لكم انا جايبه منين والحاجه دي انا دافعه حقها، وهم ما يعرفوش ان انا هقول عليهم ولا هجيب سيرتهم اصلا. بصوا ده من الحاجات اللي عجباني قوي قوي، شكله بجد تحفه حلو جدا. بصوا اشكال كتير 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 كلها احلى من بعض. خلوني اوريكم حاجه. سي مثلا هنعمل ديكور، اوكي، عايزين حاجه تكون مثلا سيمبل كده يعني. بصوا ممكن تعملي كده اهو، حاجه سودا عشان تبقى لايقه اكتر. بصوا كلموني بقى عن الشياكه. هتحطي مثلا 2 كده اهو على الترابيزه فاهميني. لو في مكتبه او حاجه هتحطي ابسط حاجه 3 جنب بعض كده، واصله لكم؟ فهتحتاجي كميه، وهما مش غاليين يعني، هما مش من الحاجات يعني اللي هي الغاليه الاوفر يعني، هما سعرهم برضو بسيط. ايه ده مكان؟ ثواني يا عمر. ايوه تعالوا بقى اوريكم بقى ايه الشياله القمر دي. بس في حاجه ناقصه، فين اهي النتيجه. تعالوا اوريكم بقى كمان العصفوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يكملها بالستر عشان انا حاسه ان في حاجه في الاخر هتتكسر. بصوا بصوا يا جماعه، ايه رايكم بقى بجد؟ ايه رايكم؟ دي يا جماعه شكلها شيك شياكه خطيره. انا حبيت دي عن اللي هي دور واحد وعن التلاته تحسوها ان هي كبيره قوي، والصغيره يعني الصغيره حلوه لو هتحطيها على تسريحه، مع اني حاسه دي عمليه اكتر ان هي ممكن يعني تاخد حاجات هنا وحاجات هنا، وفي نفس الوقت شكلها سيمبل مش اوفر. انما اللي هي 3 دي اوفر قوي بصراحه وكبيره كده ومش شيك يعني. فانا جبت ايه خير الامور الوسط، جبت اللي هي الاثنين دي. بقى ينفع تحطيها على تسريحه، تحطيها هي كده لوحدها ديكور، تعمليها في العيد شياله كحك، تحطي عليها حلويات، يعني ليها استخدامات كتيره جدا 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 جدا. بصوا شكلها خطير بجد. تعالوا بقى ايه لاخر حاجه، خلاص اخر حاجه، مفيش حاجه تاني، انا لسه ما كملتش، مفيش حاجه تاني خلاص كده اخر حاجه النهارده، عشان انتوا اكيد زمانكم بتدعوا عليا. لا يا امي خليهم يقعدوا معانا حبه نحكي لهم نكت نبقى نعمل لهم فيديو نكت لوحده. جبت كمان بقى يا جماعه بصوا النتيجه دي اهي، دي اللي هي بتكون خشب كده وفيها بقى ايه برضو كل بصوا الشهور بقى والايام كله مع بعض. بصوا اللي هم البيض دول عليهم الايام، واللي هم لونهم خشبي دول عليهم الشهور، واخر حاجه اللي هم الصغيرين خالص دول اللي عليهم الارقام. بصوا بجد شكلها من الحاجات اللي هي شيك وبسيطه، يمكن عجبتني كمان اكتر من اللي هي التانية، خطيره.
وبس كده يا بنات يا حلوين يا امارات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. هتوحشوني لحد فيديو جديد. باي باي. باي باي.